الرابعة الرياضية. هذا محدثكم حسام اللوائلي يحييكم، وبداية مباراة الزوراء وزاخو. مباراة تقام ضمن إطار الجولة الثالثة للموسم الكروي 22-23. مباراة تلعب على ملعب الزوراء. طاقم تحكيم هذا اللقاء الحكم أحمد كاظم، حكم اللقاء المساعد الأول وليد عبد السلطان، مساعد الثاني حسين كاظم تركي، والحكم الرابع محمد صالح حسون، ومقيم الحكام أرسلان قادر. هذا ما يخص الطاقم التحكيمي. أما تشكيلة الفريقين، هنا محاولة للزوراء، سنذكر التشكيل بعد هذه الكرة المحاولة، لكن الكنترول لم يكن جيد والكرة تبعد من دفاع زاخو. الزوراء ضاغط، يحاول منذ البداية أن يصالح جماهيره بكرة بتسديد، لكن الكرة تصل إلى حارس مرمى زاخو. وأن يأتي هدف. تمرير الآن على عباس، يحاول يسيطر على الكرة، يحاول يمر العرضية، حاضر الرأسية، كرة خطرة، لكن الكرة مرت بلا الجميع. كانت كرة خطرة على مرمى الحارس محمد صالح، لكن الكرة مرت لتصل إلى سامح سعيد. سجل في مرمى الشرطة على عباس، تسديدة تصطد بالحائط البشري، تعود مرة ثانية لعلاء، وعلاء يلعب الكرة. كرة يعني تلخص الدقائق الماضية من الشوط الأول، وسط عدم رضا من قبل المدرب أيوب أوديما. هناك ليما في الزوراء وهناك ليما في زاخو. أوكوي يحاول العرضية، الرأسية، الله 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 الله، بالراس على عباس، وهدف أول للزوراء. رأسية جميلة، اللعبات والكرات اللي يحبها على عباس بالراس، ووضعها في مرمى محمد صالح. كرة جميلة، عرضية جميلة، ورأسية أجمل من على عباس، وهدف أول للزوراء، وهدف ثاني شخصي لعلى عباس هذا الموسم. كرة جميلة، رأسية ولا أروع ولا أحلى من على عباس، راحت وذابت في مرمى الحارس محمد صالح. حال المتفرجين، المشاهدين، المتابعين، يشاهد الكرة وهي تدخل المرمى بشكل جميل جدا. العرضية من أوكوي، والرأسية، يا عيني يا عيني يا عيني على هذه الرأسية الجميلة من قبل على عباس. الله 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 على هذه الرأسية وعلى هذه اللقطة. ومحمد صالح لعب دور كبير بجمالية هذه اللقطة، وهو يشاهد الكرة تدخل مرماه. وأخيرا أتى الهدف الأول في هذا اللقاء لمصلحة الزوراء، هدف مقابل لا شيء، هدف لمصلحة الزوراء. سجل المهاجم على عباس. أوكوي، تمريرة تصل إلى علاء، كرة محاولة، يحاول علاء إلى سعد، إلى علي يوسف، على عباس، تسديدة، لكن الكرة مرت. الله على هذا السلم الموسيقي، الله على التمريرات الجميلة. هذا هو لعب الزوراء. الزوراء يقدم، القوة الجوية يمتع، الشرطة يعزف لحن كروي، والأنيق يلعب كرة جميلة. وأيضا أنديتنا الباقية الموجودة في دورينا تقدم كرة قدم جميلة، وبالتالي المحصلة يكون دورينا قوي. هنا لقطة جميلة، أي والله لقطة جميلة لهذا الشخص الحاضر أحمد محمود. أوكوي يسيطر على الكرة إلى سعد مرة أخرى، سعد أمامية، تمريرة مثالية، أحمد عبد الحسين، محاولة للزوراء، الكرة، الله يا الله على هذه الكرة. علي يوسف كاد أن يسجل هدف جميل جدا، لكن محمد صالح موجود وينقذ مرمى زاخو من لقطة كروية جميلة لعبها علي يوسف. كرة جميلة، لكن هي كلها الهجمة جملة تكتيكية جميلة بعدة تمريرات، بمحاولات، بعرضية أحمد عبد الحسين وصلت إلى علي يوسف، لكن الكرة جميلة، لكن التصدي أجمل من قبل الحارس محمد صالح. مراد، عرضية حاضرة، الزوراء برغبة الهدف الثاني وإسعاد الجماهير، لكن الرأسية كانت حاضرة من ليما لتذهب إلى الخارج. ركلة مرمى، جماهير حاضرة، جماهير الأمة الزورائية. هنا اللقطة الماضية، العرضية المثالية من أحمد عبد الحسين، شاهد اللقطة، يا عيني يا عيني يا عيني يا علي يوسف،
وكرة بلقطة جميلة لو دخلت المرمى سيكون من أجمل أهداف دورينا، طبعا مع ذكر هدف زيدان عبد الجبار. هدف يتحدث عن لاعبين متواجدين قلة كانوا حاضرين مع زاخو. هنا محاولة علي يوسف، الكرة مرت تذهب إلى الخارج. أيضا محاولة كانت خطرة للزوراء، تمريرة عالية الكرة على عباس، طالت رمية تماس لمصلحة فريق الزوراء. علي حسين مدافع فريق زاخو في هذا اللقاء قادم من فريق أمانة بغداد. سعد عبد الأمير، علي يوسف، مقطوعة الكرة من قبل علي رحيم، كرة عالية من منتظر عبد السادة، رأسية من اللاعب ميثم، رأسية أيضا من علي يوسف، وبعد رأسية علي يوسف تأتي صافرة الحكم أحمد كاظم ليعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الزوراء بهدف مقابل لا شيء. هدف سجل عن طريق اللاعب علاء عباس. لا تذهبوا بعيدا، ألتقيكم بعد الاستراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، يعلن الحكم أحمد كاظم عن بداية الشوط الثاني لمباراة الزوراء وزاخو. شوط أول انتهى بتقدم الزوراء بهدف مقابل لا شيء. هدف سجل عن طريق المهاجم علاء عباس، يعطي الأريحية والطمأنينة للاعبين وللجماهير الحاضرة في ملعب الزوراء، والأهم هو الحصول على 3 نقاط. زاخو محاولة، كرة خطرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق زاخو بأول كرة بتدخل سفيان طلال على اللاعب البرازيلي كوستا تونوريو المهاجم البرازيلي يتحصل على ركلة جزاء، وسفيان طلال ينال البطاقة الصفراء. أي بداية شوط ثاني مثيرة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق زاخو وبطاقة صفراء على سفيان طلال. سفيان يعترض على قرار الحكم أحمد كاظم. هل يعترض بعدم التدخل؟ هل يعترض بوجود حالة تسلل؟ هنا اللقطة، هنا الإعادة، هل كان التدخل خارج منطقة الجزاء أم داخل منطقة الجزاء؟ لكن هو تدخل كان موجود، وبالتالي قرار الحكم أحمد كاظم خلص القرار اتخذ باحتساب ركلة جزاء لفريق زاخو. زاخو قريب جدا من معادلة النتيجة بركلة جزاء، اعتقد سينفذها منار طه. منار سجل في مرمى الصناعة في المباراة الماضية، مباراة الفوز على الصناعة بهدفين مقابل هدف. هل ينجح بالتسجيل في هذه اللقطة أم يكون لجلال حسن كلام آخر كما رد ركلة جزاء محمود الموس؟ منار وجلال، جلال ومنار، ركلة جزاء زاخو وهدف التعادل. جول لزاخو عن طريق منار طه، وعدم الاحتفال من قبل منار طه يعتذر لجماهير الزوراء، لكن هدف التعادل لمصلحة فريق زاخو. بداية أكثر من رائعة لفريق زاخو بتحقيق هدف التعادل وتسجيل هدف من ركلة جزاء عن طريق المهاجم منار طه. كرة أمامية ناحية علي يوسف، كنترول لكن الكرة طالت، الكرة يسيطر عليها مرة أخرى علي يوسف إلى أوكوي، محاولة أوكوي ضاعت يا أوكوي، مر وتقدم وواجه الحارس محمد صالح، لكن فرصة سهلة ضاعت على فريق الزوراء. مراد محمد يبغى يتقدم داخل منطقة الجزاء، عرضية حاضرة، هي علي يوسف وهدف ثاني لمصلحة فريق الزوراء. أي عودة، أي ردة فعل. لاعبو زاخو لم يهنأوا بهدف التعادل، لتأتي ردة فعل كبيرة وبشخصية البطل وبشخصية الكبار. علي يوسف يحرز هدف ثاني للزوراء، وهو الهدف الأول الشخصي لهذا اللاعب مع فريق الزوراء. فرحة جماهير الأمة الزورائية. هدف ثاني، لم تتأخر ردة فعل الزوراء بعد هدف تعادل الزاخو، وأتى المهاجم علي يوسف
وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة فريق الزوراء. هدفين 2-1 والجمهور شاهد من خلال هذا اللقاء. محمد صالح، الكرة لم تكن سريعة ولم تكن قوية ولم تكن على جهة معينة، لكن محمد صالح لم يحسن تقدير الكرة، وبالتالي ذهبت إلى المرمى ليعلن علي يوسف عن تسجيل هدف ثاني لمصلحة فريق الزوراء. بالفعل هنا الإعادة العرضية حاضرة من قبل مراد، والكرة كما ذكرت لم تكن بتلك القوة ولا بذلك التركيز. طبعا غياب الحسن الحويبيب، نال بطاقة حمراء أمام الشرطة. هنا على عباس يحاول، المحاولة لا تزال لكن ابعاد. وايضا لؤي العاني اللي يعاني من اصابه، تعرض لاصابه في المباراه الماضيه امام الشرطه. ربع ساعه اخيره من اللقاء مشاهدينا متابعي قناه الرابعه الرياضيه. محمد عنز وحسن عبد الكريم، اعتقد سيترك ارضيه الملعب علي يوسف. كره ناحيه حسن عبد الكريم الى مراد، كره لمصلحه فريق الزوراء. اسعد اوه يا اسعد الله، اول لمسه، اول كره واول تسديده لهذا اللاعب من قبل اسعد عبد الله. سيطر على الكره وسددها، وبالتالي يعني الكل يتحدث عن هذا اللاعب، لاعب مشروع نجم يمتلك مهاره عاليه. وهنا التسديده، وهذه التسديده تعبر عن امكانيات هذا اللاعب. باول لمسه كانت قريبه، والله قريبه من مرمى محمد صالح، لكن حسن يسيطر على الكره. محاولة للزوراء، تمريرة إلى سعد عبد الأمير، سعد كرة ومحاولة لكن طالت وبالتالي خروج الحارس صالح محمد صالح هو من ضيق المساحة والمسافة على سعد لتذهب الكرة إلى رمية تماس. الآن زاخو بالتأكيد سيضغط في الوقت المتبقي من اللقاء. فريق زاخو قدم يعني مستوى جيد في هذا اللقاء، وكان منافس شرس وندلي الزوراء، وكان قريب جدا من الخروج بنتيجة طيبة او على اقل تقدير بتعادل في هذا اللقاء، لكن علي يوسف اتى بفرحة زورائية في هذا اللقاء. اذا احبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، يعلن الحكم احمد كاظم عن نهاية اللقاء بفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. أتت أهداف الزوراء عن طريق علاء عباس وعلي يوسف، وهدف زاخو أتى عن طريق منار طاهر. مبروك للزوراء وهارد لك لزاخو والتعويض في المباريات القادمة. كان معكم محدثكم حسام الوائلي، نلتقيكم في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.